صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستوديو الدكتور محمد محمود الأحمد، اختصاصي بجراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان. اسمحوا لي رحب بضيفنا لنبدأ لقائنا وحوارنا لليوم. يسعد مساك دكتور محمد. أهلا وسهلا أستاذ عماد. أهلا وسهلا فيك حبيبي. سمعك. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا، أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مثل ما ذكرنا اختصاص الدكتور هو جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان، فيكم تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. عبر كومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. طبعا بوجه تحية لزملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين ومروان وأميرة. لكل اللي عم يسمعونا هلأ، أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا على الموجة 103.5، ومثل ما ذكرنا بوير عربي وراديو بوير البث المباشر على صفحة الإذاعة. رح نبدأ لقائنا لليوم اللي هو بيخص مجال جراحة الفك والوجه وزراعة الأسنان. يعني اخترنا اليوم موضوع مهم كتير، هو يعني بنلاقيه من الحالات الشائعة اللي عم تزور عيادات أطباء جراحة الفك، واللي هي التشوهات الولادية، بين قوسين تشوهات الشفة أو شقوق الشفة، بالعامية يسمى شفة أرنب وكتير أو قبة الحنك. يعني هلا الدكتور رح يوسع لنا شرح. بالبداية دكتور، كتعريف لحالتنا أو لموضوعنا لليوم، شو هي الحالات؟ شو هي أشياء الحالات وأنواعها؟ تمام. هلا شقوق الشفة وقبة الحنك أو الكليفت ليب أند بالات، هي من التشوهات الولادية، أشع التشوهات الولادية. طبعا هي تشوه ولادي كتعريف علمي ناتج عن سوء فشل التحام النواتئ الفكية والحنكية والبروز أو نسميه البروسيس الأنفي المتوسط. نعم. هذا كتعريف علمي. طبعا سريريا معروفة الحالة أكيد، يعني سريا أو عاميا يقول لها شفة الأرنب. تماما. فهي شفة الأرنب. بالنسبة لأسبابها، الأسباب عديدة. أشع الأسباب يعني تناول الأدوية بالثلث الأول من الحمل. أيوة. بعض أنواع الأدوية، نقص فيتامينات، نقص حمض الفوليك مثلا، أو تناول جرعات عالية من البروتينات. الوراثة وهي أهم سبب. أيوة. الوراثة يعني خاصة زواج الأقارب، يعني مهيئ عامل متهم أيضا. تماما. التعرض للأشعة السينية خلال فترة الحمل. أيوة. تمام. فهي أشياء على الأسباب اللي تسبب تماما. نعم. دكتور، فينا نحكي يعني في بنسمع انه شفة أرنب يا ترى لها انواع، لها درجات؟ لو نحكي عنها. هلا لها نوعين، هي عدة تصانيف بالاحرى. نعم، تصانيف. عدة تصانيف شقوق الشفة وقبة الحنك، اما تكون احادية الجانب او ثنائية الجانب، يعني طرف او طرفين. قد تكون كاملة تشمل يعني الشفة وقبة الحنك والحنك الرخو. او تكون جزئية، يعني تشمل مثلا الشفة فقط مثلا احيانا.
نعم. يعني ما تصل لمستوى أيوة الأسنان أو اللثة لا الشفة أو النات السنخي نسميه نحن عربيا. تماما. أكيد. حلو كتير دكتور كتعريف لموضوعنا ولمدخل حتى نستنتج أسئلة ومستمعينا أيضا يستفيدوا من لقائنا الجميل وحضوركم أيضا الجميل. وهل الموضوع اللي مهم بصراحة لقيناه أنه هو مهم لنحكي عنه. دكتور حكيت هلأ من شوي أنه العوامل المسببية اللي هي بوراثة تناول الأدوية، ذكرت موضوع الثلث الأول يعني إن الحمل هو 9 شهور تماما، يعني الشهور اللي ممكن أنه تؤدي للتشكل الحالي، لأنه تشخيص الإصابة غالبا يتم يعني بالشهر الرابع الأسبوع 16 من الحياة الجنينية. تماما. فإذا في إيكو مثلا إذا كان متوفر إيكو ثلاثي أو رباعي متطور يعني يمكن يفرجينا الحالة ويمكن حتى نشوف عرض الشق تماما يعني حجم الشق نشوفه. فحتى معالجته بعدين لاحقا تبلش من الحياة الجنينية بتوعية الأهل. تماما. دكتور أيضا ضمن الأسباب ذكرت موضوع زواج الأقارب. يعني بتؤدي لفرصة تشكل الحالات. تماما تزيد نسبة التشكل هاي الحالات، خاصة إذا كان في الأب مصاب أو الأم مصابة أو أحد. تماما. إذا في حالة إصابة أب أو أم فتزيد نسبة الإصابة. تماما. نعم. هيك ربما خل السؤال هذا يكون شوي نوعا ما يعني يا ترى الإناث ولا الذكور بيصيبوا هالشيء؟ هلا دراسات قالت الإناث ودراسات قالت الذكور. تماما. ولكن هلا علميا المراجع العلمية شيء يقول شقوق الشفة أكثر عند الذكور وشقوق بث الحنك أكثر عند الإناث. ما في شيء بس بنسب متساوية أيضا. تماما. نسب متساوية. نعم. تماما. دكتور المشاكل اللي تنجم عن حدوث الحالة هاي ممكن يعني طيب معلش أنا ابني معه شفة أرنب. تمام. يا ترى شو راح يكون نعم في مشكلة؟ تمام. المشاكل والعقابيل الشقوق لهذا التشوه نسميه يعني مثلا. أول شيء يصير عندي اضطرابات بالتغذية. أيوة. بالرضاعة الطفل الصغير مثلا. تماما. تماما. اضطرابات بالتغذية، اضطرابات بالكلام لاحقا، اضطرابات بالسمع لأنه يصير عندي التهاب أذن داخلية التهاب متكرر بهالحالات. التهاب أذن وسطى. يصير عندي يعني فشل في التطور الفيزيولوجي لعظام الفكين والنسج الرخوة. نعم. اللي هي الحنك الشفايف يعني كلياتها. هي المشاكل يعني الأساسية، غير المشاكل التجميلية، مشاكل النفسية للأهل، المشاكل النفسية للطفل نفسه إذا دخل سن. تماما. إذا دخل سن المدرسة أو الطفل يعني من الأقران إذا صار عنده تنمر من الأقران نسميها. نعم. دكتور ذكرت موضوع الرضاعة يعني. نعم. إذا كانت يعني درجة الشق كبيرة مثلا ممكن تأثر على موضوع الرضاعة للطفل. رح يتشردق يعني أكيد مثلا. تماما. هلا هي اضطرابات التغذية رح تصير عند الطفل بسبب هاي في صعوبة صور عنده يصير عندي فتحة بالفتحة اتصال الأنفي فموي نسميه. تماما. فيصير الطفل يبلع كميات زائدة من الهواء. يصير عندي تأخر بعملية الرضاعة. أحيانا يطول الطفل بالرضاعة 45 دقيقة للأسف. جهد هذا جهد. تماما جهد. فنحن بهالحالة بدنا نساعده إما برضاعات مخصصة في أجهزة أحيانا نستخدمها نحن نصنعها يعني نسميها صفائح تغذية. أيوة. نحن صنع الجراحة الكنترول إذا عندهم الصورة التوضيحية زملائنا لحتى الدكتور يشرح وللمستمعين أيضا إذا حابين يستفيدوا منها أكيد رح نشوف الصور على الشاشة. تفضل دكتور. هاي الصفيحة طبعا عند زيارة أخصائي جراحة الوجه والفكين يعني نحن نصنعها. هي طبعا الصفيحة تفصل لي الغشاء أو تفصل لي الاتصال الفموي الأنفي. تماما. وتساعد عازل. تماما عازل. تماما. فتسمح بالتغذية حتى تسمح بعضلات يعني تكيف عضلات الحفرة الفموية كامل. تماما. يعني فينا نشبهها بأطقم الأسنان يعني موضوع يعني تقريبا تقريبا شفافة ومرنة. تماما. مرنة. تماما. أو أحيانا نستخدم ببرونات يعني ببرونات تكون خاصة يعني طويلة تساعد إنه تسد الشق. تماما. أيضا هذا حل يعني حل طبعا هذا أحد الحلول يعني حل مؤقتة. طب دكتور هلا المستمع عم يسأل حاله يا ترى طفل بعمر صغير ومعه شفة أرنب ناهيك عن درجات بأي الأعمار فيكم تتدخلوا بالموضوع الجراحي؟ هلا مثل ما قلت لك نحن بعمر 16 أسبوع بالشهر الرابع من الحياة الجنينية فينا نشخص المرض.
بمجرد تشخيص هذا المرض لازم يحول الأسرة تحول لطبيب أخصائي جراحة الوجه والفكين. ليش؟ لأنه بدنا نعطي دروس توعية للأهل. تماما. عرفت علي؟ بدنا نحسن الحالة النفسية للأهل، نهيئهم ليستقبلوا هذا المريض. في سيدات يعني تصير تنزعج لما تشوف ابنها، تنزعج تشوف ابنها بهذا هذا التشوه البسيط يعني، وبس يعني صح. مزعج. صح. عرفت كيف؟ فلازم نهيئهم نفسيا، نعطيهم تعليمات الرعاية المستقبلية. فمن بداية الشهر الرابع نبلش بالأهل. بعد الولادة طبعا نحن نبلش بعمليات شقوق الشفة وقبة الحنك يعني من الشهر الثالث من الحياة الجنينية. هلا من بداية أحيانا في حالات من الأسبوع الأول تتطلب التداخل. أيوة. أحيانا نحن يعني نحول الأطباء التقويم. هي بالمشاركة يعني ترى ما بدي ادخل بالتفاصيل. فنحن أكيد. ندخل بالشهر الثالث تبدا عمليات الجراحه لاصلاح شقوق الشفه وقبة الحنك. نعم. طبعا ممكن تستمر هاي العمليات ل7 عمليات على مدار عدة سنوات. 7 عمليات أو 8 أحيانا تحتاج. أيوة. هالإصلاح. طبعا لازم يكون في فريق متخصص جراحة وجه وفكين، عدة اختصاصات، طبيب الأطفال، طبيب الأذن والأنف حنجرة بالمشاركة يعني. تماما، وأخصائي النطق والكلام. أيوة. طبعا بدنا نغلق قبة الحنك دائما قبل ما يبدأ المريض بالنطق، الطفل يعني قبل السنتين. أيوة. تماما قبل السنتين، لأنه أي إعاقة بعدين صعب تصحيحها. أي إعاقة نطق أو بالكلام صعب تصحيحها بعدين. حلو كتير هالمعلومة جدا. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتوا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور محمد محمود الأحمد، اختصاصي بجراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان. رح نكون مسرورين جدا لما بتأغنوا لقائنا بأسئلتكم. ما بتترددوا، بتشيلوا السماعة وتتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو برسالة عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي بسؤالكم. أكيد هلأ بلشت الأسئلة موجودة عنا بالبث المباشر. نحن نكون مسرورين جدا لما بتشاركونا لقائنا وموضوعنا. دكتور إذا حابب يعني نبلش من هلأ، إذا في كم أسئلة هلأ الأخ صالح. بعد عمليات شقوق الشفة، شفة الأرنب بين قوسين، ممكن تتشكل أو ندبة بعد العمل الجراحي. هل من الممكن إصلاح الندبة، وهل هي موجودة عندنا هون؟ نعم. أكيد موجودة هون صارت. إصلاح الندبة طبعا يكون سؤال حلو كتير بصراحة. تماما صحيح. إصلاح الندبة يكون إجراء عدة عمليات تصحيحية لاحقة يعني. أول شيء نحن أول العمليات راح تكون لإصلاح الناحية الوظيفية. الناحية الجمالية راح تكون عمليات لاحقة. تماما. يعني مثلا إصلاح الشفة والأنف يكتمل نموه بعد العمر 5 سنوات. بعدها نبلش العمليات التصحيح. تماما تصحيحيا. بعض الندبات بدها معالجة طبعا مراهم الجلدية، بعضها بالليزر فراكشنال. أيوة. لإزالة الندبات. أكيد ففيها حل أكيد. حلو كتير. أيضا سؤال تاني للأخ صالح، وبأي عمر فينا نصحح الندبة الناتجة عن العملية؟ بظن الدكتور هلا تفضل يعني. لأنه في 6-7 عمليات يعني. تماما على مراحل. على مراحل تماما أكيد على عدد سنوات. للأسف يعني هاي تعتبر من العمليات المجهدة للأهل ماديا تماماً. ومجهدة للطفل يعني على مراحل التطور عنده. للأسف يعني صراحة جدا موضوع مهم كتير. يعني نحن يعني ما بنتمنى أنه أي حدا أو أي طفل ينصاب بهالحالات هاي، شق الحنك أو شقوق الشفة. فنحن دائما هو برنامجنا توعوي، بنحب نوعي مستمعينا، وأي معلومة حابين نوصلها عبر ضيوفنا. وضيفنا هو الدكتور محمد محمود الأحمد، اختصاصي بجراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان. عم يحكي عن موضوع جدا مهم. هلأ طرقنا على موضوع المشاكل اللي ممكن يعني تتشكل نتيجة. نعم. دكتور هلأ الطفل عم يزوركم. نعم. بالعيادة طبعا محول سواء يا من الأهل أو طبيب الأطفال. لتشخيص وتحديد نوع الحالة. شو هي الإجراءات التشخيصية الوسائل يعني؟ فورا طبعا نجري له فحص سريري مباشرة بالعيادة. أنا قلت لك لازم يكون قبل، يعني نحن بالمرحلة الجنينية لازم يكون عندنا علم. يا ريت يعني. في حال تحول بعد صارت الولادة وتحول الطفل، احنا فورا يعني فحص سريري، نفحص الشفة، قبة الحنك، النواة السنخية، شراع الحنك، فحص سريري، زائد نستعين ممكن بالسي تي.
ايوه الطبق المحوري تماما صورة احيانا الطبق المحوري تماما لتشوف مدى ايه الشق وين واصل نعم او شو تماما في موجودات يعني نشوف شو ممكن. في موجودات سريرية وشعاعية. تماما مم. حلو كتير. بنوجه تحية لأخ صالح أيضا، هو معيد مكرر السؤال، هو حابب يوصل يعني يوصل للجواب. نعم. يا ترى عملية إصلاح الندبة موجودة عندنا في أطباء موجود. تجميل بظن دكتور؟ أكيد موجودة طبعا. قبل ما أكيد. يعني تبدو بجواب دكتور، هلا نحن هل العمليات أكيد. هاي بتكون بالمشاركة تمام. مع طبيب التجميل؟ نعم. مهم. يعني نحن أخصائي جراحة الفم والفكين هو أكيد. اختصاصنا نحن تماما ايه. نحن وحتى أطباء التجميل فيهم يعني يشاركونا بهالشيء أكيد. حلو كتير، بالأخص إذا تكون الطفل مثل بنت بس يعني. مشان الأخ اللي يسأل تفضل. بده يحتاج المريض أكثر من عمل جراحي. يعني قلت لك أي مريض شق شفة وقبة حنك ممكن يحتاج ل6 أو 7 عمليات على مدى سنوات، وأحيانا 8 عمليات حسب حسب أول عمليات تصحيح وظيفة. نعم. حتى يقدر يأكل ينطق، بعدين للناحية التجميلية. والناحية التجميلية طبعا قلت لك عمليات هي ترميم بس لإصلاح الندبة فقط، عملية لإصلاح الندبة، عمليات لإصلاح الندبة، أو بالإضافة للمراهم الجلدية، بالإضافة لاستخدام ليزر فراكشنال. في يعني امور تماما. جديده طالعه يعني، اكيد هاي اكيد موجود، اكيد متوفر عندنا، كلها متوفره بالمنطقه، اكيد صارت متوفره لحتى يطمن الاخ صالح. نوجه تحيه للعم ابو جوان، شكرا لك ولكلامك الحلو. لكل اللي عم يشاهدونا بيعطوا لنا سلامات وتحيات ايضا، بالاضافه للاسئله بنوجه لكم تحيه، ونحن مسرورين جدا بمشاركتكم للبرنامج بفعال، يعني انتم بتفعلوا البرنامج باسئلتكم يعني افكاركم. نحن يعني عم نطرح الأسئلة، وأنتم كمان أي سؤال يخطر على بالكم ما عندنا مانع أبدا فيكم حسب الاختصاص وحسب موضوعنا لليوم. دكتور، بعد التشخيص وتحديد نوع الحالة طبعا. أكيد تلجوا للعلاج فورا، وعلاجكم أكيد دائما هو ما في شيء دوائي، جراحي طبعا أكيد جراحي تصحيح الحالة جراحيا. العلاج رح يكون دائما تصحيح الحالة جراحيا. أول شيء طبعا نبدأ بتصحيح الشفة بعمر 3 أشهر ل9 أشهر تقريبا. طبعا في عدة طرق علاجية ما راح ادخل بتفاصيل، في طرق تنسون او ميلارد. أيوة. اشياء الطرق العلاجية يعني العمليات. بعدين نحن نصلح قبة الحنك والشراع الحنك. طبعا ما راح احكي بشكل علمي تمام، بس هيك. قبة الحنك وشراع الحنك طبعا عدة طرق. اشعة فون لانجنبرغ اسم الطريقة. أيوة. بعدين في عندها شق سنخي بدنا نسكره طبعا بمراحل لاحقة، عدد يعني بعد عمر 7 إلى 9 سنوات. وبالإضافة للمراحل اللاحقة مشان تصحيح الندب مثل ما سأل أكيد. للأمانة بعتذر من الأخت شيلان، هي اسم ربما أنا يعني خاني النظر وشوي العتب على النظر. الأخت اللي تفضلت الأسئلة هي اسمها شيلان، تحية بنوجه لك يا أختي. دكتور، العلاج مثل ما ذكرته، يا ترى هلا بعد العلاج والتداخل الجراحي ومثل ما ذكرت أنه على مراحل وانتهى الطفل من جميع حالاته، شو المطلوب ما بعد العلاج؟ طبعا. شو المطلوب بيقع على عاتق الأهل أو الطفل بلش بعمر معين؟ تمام. احنا بعد كل عمل جراحي، بعد ما نعمل اللي علينا، الطبيب اللي يعمل عليه، بالإضافة بدنا نتشارك نحن والأهل بهالشيء. نعم. بالعناية، بالرعاية، بالانتباه للطفل. طبعا مثل ما قلت لك مساعدة أخصائيين النطق والكلام من السنوات الأولى من العمر، لأنه أي إعاقة بعدين صعب يعني تصير صعبة جدا تصحيحها بالمراحل اللاحقة. تماما. الأهل، العناية التامة، يعني تقبل الحالة، الأمر موجود وشائع، وخاصة عنا بالمنطقة يعني. نعم. في يعني عوامل كثير عنا، يعني خاصة نحن منطقة زراعية، مبيدات ممكن المحروقات، نتائج المحروقات اللي عنا أيضا يعني تعمل سرطانات وتعمل تشوهات عديدة يعني بغض النظر. فيعني دور الأهل الوعي الكامل لهالحالة، الاستشارة الطبية فورا. ما يسمعوا طبعا عنا يعني جارة فلانة وجار فلان قال هيك وقال هيك إهمال الطفل مصيبة. يعني إنه إذا أهمل الطفل لعدة سنوات صار عندي مشاكل بالأكل، مشاكل بالنطق، يعني صارت المشاكل غير ردودة، صعبة المعالجة. تماما.
بنوجه تحية أخرى أيضا للمستمعين اللي عم يسمعونا هلأ. أنتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا الدكتور محمد محمود الأحمد، اختصاصي بجراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان. حكينا عن محاور جدا مهمة. نحن بننتظر منكم أسئلة ربما ما خطرت على بالنا. أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان، يعني ما تترددوا ابدا. الدكتور اكيد طبعا جاهزين لاي سؤال، ونحن بنكون مسرورين اي استفسار. سواء كان على البث المباشر بويار عربي وراديو بويار، او عبر الاتصال بالرقم الارضي، والارقام واضحه على الشاشه، سواء كان واتساب 093 82 80 81 4 و 429 101. دكتور، عوامل الخطوره نعم لهالحالات، وفي حال انه اتاخر العلاج او ما تعالج الطفل هذا تمام. ممكن لشو يؤدي؟ هلا بس في شغله بدي اذكرها، 15% من الحالات يكون عنده اصابات ثانيه او متلازمات قلبيه ومتلازمات اخرى، فلازم يعني يحاول يفحص المريض بشكل جيد. بس هي معلومه على الاطراف. تماما. في حال عدم المعالجه مثل ما قلت لك، يعني اول شيء تصير عندي مشاكل غير ردوده. نعم. يعني خاصه مشاكل النطق في احرف خلص صعب جدا تلفظ اذا تعدى المرحله اللي لازم. تماما معروفه يعني. مشاكل الكلام، مشاكل سوء التغذيه راح يكون اكيد في البدايه. تماما، لانه راح الخاصه بالرضاعه. نعم. يطلع من الانف الحليب للاسف يعني. تماما. فمشاكل تغذيه، مشاكل بسوء الكلام، مشاكل التهابات بالاذن الوسطى، مشاكل سمعيه راح تصير. نعم. انتانات متكرره. تماما. قلت لك سوء التطور الفيزيولوجي للنمو العظام الفكين، النسوج الرخوه. صح. فكل هاي المشاكل يعني كل ما تاخرنا بالعمل الجراحي، كل ما تاخرنا بتصحيح هاي الحاله، صارت المشاكل اصعب. صح. على المدى البعيد يعني. والنتائج ما راح تكون مرجوه يعني. ابدا، النتائج اكيد ما راح تكون مرجوه اكيد. لما يتعالج بمراحل مبكره. تماما. بالوقت المناسب. رح نترك يعني المجال للمستمعين. أي حدا حابب يسأل قبل ما نختم لقائنا بنصائح للأهالي، للمستمعين، للأطباء زملاء، يعني اللي سواء كانوا السنية أو الأطفال. يعني في كتير أمور هي تكون يعني بتوجه لإنقاذ الطفل أحيانا. أكيد. فأي حدا حابب يسأل، نحن رح نكون مسرورين جدا. نشكر جميع اللي عم يبعثوا لنا ورود وسلامات لكل اللي عم يشاهدونا. دكتور محمد، نختم نحن لقائنا، زبدة لقائنا وحوارنا بمجموعة من النصائح أو النصائح الوقائية أو للأهالي وللمستمعين. مثل ما قلنا، الأهل لازم يعرفوا أنه هي شقوق الشفة وقبضة الحنك هي ناتج عن خلل وراثي، خلل جيني، نسميه خلل جيني بالأحرى. الأهل يتقبلوا هذا الأمر بشكل طبيعي. يعني نفسية الأهل لازم تكون يعني متقبلين الأمر بشكل طبيعي جدا. رعاية واهتمام من الأهل، مراجعة الطبيب فورا، يعني تماما فورا مشاهدة الحالة والكشف عن الحالة مباشرة، يراجع الطبيب. بس يعني وتقبل. نعم. الحالة يعني تقبل الحالة والرعاية التامة للطفل. نعم. لأنه إذا الأهل ما تقبلوا أكيد راح تكون يعني شكل أزمة نفسية. تماما، يسوي ضرر نفسي للأهل وللطفل. للأهل أول شيء، لأنه خاصة الطفل في بداية عمره لسه مو عيان يعني. تماما. الأزمة راح تكون نفسية للأهل، رض نفسي للأهل والأم خاصة. أكيد الأم هي أكثر من الأب. تماما. فلازم تتوعى أكثر وتهتم أكثر بهالشيء. أكيد. قبل ما نختم لقاءنا، الأخت شيلان بعتي سؤال إنه عمليات زرع الأسنان، ولو الموضوع بعيد عن الحلقة بعتذر، ما في مشكلة أكيد. راح نجاوب على سؤالك ونختم لقاءنا. ممكن الدكتور يعطينا معلومة مختصرة عنها زراعة الأسنان؟ دكتور تفضل. ما مشكلة. زراعة الأسنان أكيد انتشرت بكل مكان، وعنا بالقائمة شيء صارت ما شاء الله موجود. الحمد لله. ما بعرف شو السؤال بالضبط، شو بدهم يعني كيف عم تسأل كيف طريقة الزراعة؟ مثل الزراعة هي معدن تيتانيوم، يتم زراعته بالعظم، يكون متقبل حيوي يعني على شكل برغي. هو معدن تيتانيوم بالأساس على شكل برغي. راح أحكي بشكل عامي، ما راح أحكي بشكل علمي مشان العالم تتبسط. معدن تيتانيوم متقبل حيوي، بحيث إذا نزرعه بالعظم بدل السن المفقود يصير في تقبل حيوي، ونحط له تعويض
تعويض سن تلبيس او أيوة اذا هيك بالمعلومه. نعم. الف شكر لكم دكتور محمد محمود الأحمد، اختصاصي بجراحه الوجه والفكين وزراعه الاسنان، على اللقاء الجميل والمعلومات القيمه. اهلا وسهلا فيك. وشكرا لمستمعينا للي تابعونا وسمعونا وشاهدونا. شكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر. على امل نلقاكم الاسبوع القادم ضيف جديد وحلقه جديده. اتضلوا بخير وسلامه. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو، بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 400